بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل رز العزومات. دايما العزومة بتحتاجي فيها رز سهل وبسيط وسريع، ما ياخدش معاكي وقت، وفي نفس الوقت لازم يكون مفلفل وما يعجنش معاكي. النهاردة هنعمل الرز في البسلة، اللي هو مش هتحتاجي ان انت تعملي جنبه اي خضار. هو الرز جوه البسلة، مش هتحتاجي اي خضار جنبه. هتعملي جنبيه الا النواشف، لحوم، فراخ، ايا كان اللي انت هتعمليه، وكده شكرا. عندنا هنا في حله هنحط معلقتين زيت مع حته سمنه، وبصله مبشوره ناعمه. انا بحب البصل يكون مبشور من الناحيه الناعمه علشان ما يظهرش معايا. ونحمرها. على ما تتحمر هوريكم هنا البسله مع الجزر اللي انا مخزناه. باذن الله لما يجي وقت تخزين البسله هقول لكم انا مخزناها بالشكل ده ازاي. وشايفين لونها، البسلة محتفظة بلونها والجزر محتفظ بلونه، كأنك لسه شاريهم من السوق دلوقتي حالا، بالرغم من ان هم دلوقتي بقالهم عندي داخلين على سنة اهو. دلوقتي هنا البصلة اتحمرت معانا، هنحط فيها البسلة مع الجزر ونحط عليهم معلقة من السكر. معلقة السكر دي هتفرق معاكي جدا في طعم البسلة. اولا بتخلي البسلة مسكرة وطعمها جميل. تاني حاجة، معلقة السكر بتساعد على ان البسلة تستوي معاك بسرعة، ما تاخدش وقت كتير على النار. من غير ما هتزودي مية دلوقتي ولا اي حاجة، هتستني بس لما البسلة تفك من التلج اللي فيها، وبعدين هنرجع نحط لها مية مغلية. ضروري جدا ان المية تكون مغلية، لان انت لو حطيتي مية ساقعة البسلة بترجع تشد تاني، لكن المية المغلية بتساعد البسلة ان هي تستوي بسرعة وما تاخدش معاكي اي وقت. هنا انا غسلت الرز بتاعي، وعايزه اقول لكم ان انا كنت عامله حساب ان انا اعمل رز بسمتي، وما اعرفش ايه اللي خلاني ان انا اجيب رز عادي وعملته. بس ايا كان هو طبعا ينفع بالرز العادي جدا، واوقات كتير جدا بعملها بالرز العادي. بهاراتنا بقى عباره عن ايه؟ ملح، فلفل اسمر، وكاري وكركم. بس الكاري والكركم مع الرز في البسله يعني كمية قليلة جدا، مجرد ان انت بتدي تشعيرة خفيفة خالص ليهم، يعني ربع معلقة صغيرة. تخيلي حاجة بسيطة خالص. يبقى ملح، فلفل اسود، وكاري وكركم. بعد كده بنحط هنا حتة عظمة زي ما اتعودنا، والعظمة دي بتنزل لك الشوربة بتاعتها، بتخلي الرز طعمه حلو جدا. وبعد كده بنحط المية، ما بنكترش مية، لان طبعا احنا معانا البسلة مستوية، والرز الرز ده رز عادي مش رز بسمتي ولا حاجة. وبنسيبها على النار لغاية ما الرز يتشرب المية اللي فيه. وبعد كده بننقلها على شعلة متوسطة، ونهدي النار ونستنى لغاية ما يستوي. بتاع ما بياخدش وقت، ربع ساعة وتلاقيه استوى. كده الرز أصبح جاهز معانا. شايفين اللون والجمال؟ اللون الرز حلو جدا، والبسلة والجزر لونهم محتفظين بلونهم، ما جرى لهمش اي حاجة. بعد كده هنا البولة اللي انا هقدم بيها. طبعا بمجرد ما بتحطي فيها الرز بتسخن، فعشان كده انا ماسكاها بفوطة مطبخ من الصغيرة، وهقلبها على الرز اللي انا على الطبق اللي انا هقدم فيه. وكده اصبح الرز عندنا جاهز. بتعملي جنبيها اي نوع لحوم اللي انت عايزاه، وبألف هنا يا رب. واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني الايام اللي جايه، ان شاء الله هنزل لكم كل اللي انتوا عايزينه. وشكرا جدا لمتابعتكم، والسلام عليكم.